مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. وقبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله، وفي هذا الفيديو نناقش الخبر التالي: أمريكا توافق على تسليح المغرب بصواريخ جو لتأجيج الصراع بين المغرب والجزائر. يستمر سباق التسلح العسكري في المنطقة المغاربية في ظل التنافس بين الجزائر والمغرب، وتحاول المغرب تذليل الفجوة العسكرية مع الجزائر من خلال زيادة الإنفاق العسكري لمواجهة التفوق الكاسح للجزائر عسكريا، حيث يسعى كلا البلدان إلى تعزيز موقعهما كدولة مركزية. وفي هذا الصدد كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على بيع صواريخ جو متوسطة المدى ومتقدمة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 88.37 مليون دولار. وكشفت الوكالة في بيان لها أن المغرب طلب شراء ما يصل إلى 30 صاروخا جو متقدم متوسط المدى. وأضاف المصدر ذاته أن الطلب المغربي تضمن أيضا مجموعات قياس عن بعد لصاروخ آم وقطع قسم التحكم والحاويات، معدات إعادة برمجة الذخائر المشتركة المدمجة. وفي الأخير نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. ولا تنسوا ترك تعليقاتكم وتفاعل مع القناة.